لا ما تحبس ليه بس؟ ده كل مره اجي لك تقول لي كده. طب بلاش طيب. انا عايز اقول لك ان في روم اتقفلت من اسبوع. ايه اللي حصل؟ في روم طب احنا لايف. فنأجل الموضوع ده. ماشي. طيب احنا لايف على اليوتيوب و ممكن نبتدي دلوقتي. تمام، ازيك يا خالد، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. النهارده الموضوع حساس ولا انا مديله اكبر من حجمه؟ لا هو مش حساس، بالعكس ده حاجه يعني. هو اللي حصل ان في شويه ناس قلقت شويه كده من اصحاب الاعمال ان هم خافوا على الماركت شير بتاعهم بس. لكن الموضوع مش حساس بالعكس. بالنسبه لنا احنا في مصر هنا موضوع المقاطعه، يعني الاغلبيه الشعبيه كلها تورز المقاطعه. في حاجات غريبه حتى بتحصل، يعني ممكن يعني بنتي كانت لسه مثلا النهارده بتكلمني، بتقول لي واحد معاه زميله في المدرسه طلب ماكدونالدز، اوكي. فجاله الاوردر مش مظبوط، فبيكلمهم علشان يشتكي الكول سنتر، بيقول له حضرتك مش مقاطع ولا ايه؟ انت ليه بتطلبنا اصلا؟ فاللي هو ياه، تحس ان الدرجه دي؟ حاجه غريبه شويه. بتحس ان الستريم بتاع لا هو كله انتو ذس ستريم، يعني ماشي في اتجاه المقاطعه، هو ما فيهوش حساسيه بالنسبه لنا هنا. ولكن طبعا في ناس قلقانه منه، في ناس بطريقه او باخرى مضروره برضو يعني، اكيد. ولكن على المنظور البعيد لا بالعكس، انا شايف ان هو افضل لنا يعني. اوكي. بس يعني ده انت بتقول المين ستريم مقاطع او الاغلبيه مقاطعه. انا جالي انطباع غير كده خالص، خصوصا لما شفت يعني كام حد بيتكلم كده اليومين اللي فاتوا، حسيت ان الناس كلها رايحه اتجاه يعني بيفرملوا الموضوع ده بشكل او باخر يعني. طبعا اللي من ناحيه كانت الاعلام بالظبط. اه. طيب اقول لحضرتك حاجه. انا النهارده كنت نازل مع مراتي بنجيب حاجات كده للبيت، يعني من السوبر ماركت كده من الشهر. اتفرج على الناس في السوبر ماركت عامله ازاي، في هايبر يعني كبير. كل واحد ماسك برودكت قاعد بيقلب فيه يمين وشمال وتحت، بيدور عليه عشان يعرف ده اصله منين. كل الناس المنظر غريب، يعني انت لما بتروح تخلص حاجه في ساعه انت قاعد بقالك 3 ساعات بس عشان تو ميك شور ان كل برودكت انت بتشتريه مش منتج مصري. لازم تكون الناس كلها بتحاول انها تجيب على قد ما تقدر المنتجات تكون بتاعتها مصريه. واللي بيمشي في الريون اللي هو بتاع المنتجات اللي هي الوحشه اللي مش بتاعتنا، تلاقي الناس كلها بتبص لهم من فوق لتحت كده وهم عارفين وبتاع. فهو لا هو المين ستريم واضح ان هو توردز الموضوع ده. المشكله حصلت فين، او اللي يمكن الايمج دي حصلت فين، ان في نوع من الضغط من رجال الاعمال اصحاب الماركات طبعا، وده حقهم. ناس عندها شركات يعني وبتاع، فمره واحده لو الناس كلها مش بتشتري من عندهم، فحصل عندهم دروب في المبيعات. فابتدى يبقى في نوع من الضغط، والضغط ده زي ما تقول يعني ريفلكتد عن طريق التلفزيون والميديا والحاجات دي. وحتى كان يتهيألي كان في حاجه طلعت من غرفه التجاره والصناعه او حاجه زي كده، ان ده هيضر باقتصادنا وحاجه زي كده. ولكن اللي انا شايفه من الشارع، لا الناس كتيره جدا تورز المقاطعه، يعني ناس كتيره يعني. بل بالعكس يعني، ربنا يكفيك المصريين لما بتلبس حاجه في دماغهم يعني. يعني بيركزوا في حاجه، فلا بيبقوا وحشين يعني. لا بيصمموا على حاجه، بيصمموا على حاجه. فاللي انا شايفه من الناس لا كتير ناس مصممه. بس سيبك من الناس اوكي. وخلينا نتكلم في الموضوع نفسه، في الفكره نفسها يعني. انا عارف ان في اكيد ناس مع المقاطعه وناس ضد المقاطعه. انا مش هتكلم على الشق الديني، ومش هتكلم على الشق الاجتماعي، ومش هتكلم على اخواتنا اللي بيموتوا الناحيه الثانيه، واحنا ممكن نكون بنشتري حاجه صحاب الشركه دي بياخدوا الفلوس يروحوا يدوها للثاني ده عشان يجيبوا صفي عشان يكمل عليهم. مش هتكلم في كل الكلام ده. انا هتكلم بس في الفتره اللي فاتت دي. الايفكت ايه من المقاطعه دي؟ الايفكت بتاعها كان علينا ايه؟ دي من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه المقاطعه دي مفيده ولا مش مفيده لينا كاقتصاد، كناس، كدنيا. والايفكت بتاعها الاجتماعي علينا ممكن يكون شكله عامل ازاي. فخلينا نبتدي في الاول خالص ان احنا ولازم برضو نتكلم على الاوبجيكتيف او الهدف من المقاطعه. ان في ناس كتيره متخيله
ان الهدف من المقاطعه ان احنا نقفل الشركات دي. يعني انا هقاطع فانا هقفل ماكدونالدز. ده كل سنه وحضرتك طيب، مفيش حاجه اسمها كده. انت مش هتقفل ماكدونالدز ولا هتقفل ستاربكس ولا هتقفل اي براند من البراندز دي، يعني مستحيل، يعني ما فيش حاجه اسمها كده يعني. اتس تو بيج تو فيل زي ما بيقولوا. ولكن الفكره فين؟ آم، المقاطعه اللي بتحصل مش في مصر بس، ومش في الدول العربيه بس. لو قاعد متابع على السوشيال ميديا المختلفه هتلاقي ان في انواع واشكال غريبه من البني ادمين، من اجناس مختلفه، اديان مختلفه، كلهم ابتدوا يقطعوا الماركات الشهيره دي او البراندات الشهيره دي. لان في ناس كتيره، الحراك الاجتماعي العالمي ابتدى فعلا الشعوب تبقى ضد اللي بيحصل في غزه. في ناس كتيره ابتدت تتضايق وابتدت تضغط على حكوماتها، اللي هو انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا ليه عاملين سبورت لاسرائيل وغزه متبهدله؟ ف واحنا شايفين طبعا الحاجات دي على الميديا او على الميديا بتاعتهم، على سي ان ان والبي بي سي والحاجات دي، بتيجي حاجات من دي. يعني لما نيجي نتفرج على انجلترا، الناس اللي ماشيه فيها عاملين مظاهرات باعداد كبيره، الناس دي كلها تورد سبورت، بيسبورتوا غزه، ومش كل دول عرب ومسلمين يعني بالعقل كده، والا كده معنى ذلك ان خلاص بقى لندن دي بتاعتنا يعني بالمنظر اللي احنا شفناه ده. فلا، في حمله المقاطعه كبيره وفي كل حته. طيب الاوبجيكتيف بتاعها ايه بقى؟ ما دام احنا مش مهما قاطعنا وكل العالم اللي بيقاطع ده وبرضه ستيل مش هنقفل الشركات، انت مش هتقفل الشركات طبعا. انت كل المطلوب منك ان انت تعمله ان انت تهز السهم بتاع الشركه، بس كده. هزه السهم دي في حد ذاتها هي اللي هتخلي الستاك هولدرز او صحاب ال الاسهم او اللي بيكسبوا منها هم اللي يضغطوا على الشركه انها تغير الاستراتيجي بتاعتها، مش ان انت تقفل شركه او ان انت تعمل حاجه زي كده. طيب بصينا على الاسهم الفتره اللي فاتت، فعلا حصل ديب في معظم الاسهم، وبعد كده ابتدت تطلع تاني. هو الاسهم ما بتتقاسش النهارده وبكره، يعني اللي هو مش هبص النهارده اقول ايه ده، بصوا ده الاسهم بتاع ده سهم ماكدونالدز وقع. وعلى فكره اصعب سهم ان انت تهزه في الدنيا سهم ماكدونالدز، عشان بس تكون واقعيين. ماكدونالدز بتعمل فرانشايز وتشتري الارض بتاع الفرانشايز، يعني هي مالكه اراضي اساسا، بتشتغل في انها بتشتري كل ارض من عليها محل من المحلات بتاعتها، بتشتري الارض نفسها. فهم عندهم اسس خرافيه يعني. ما يتهيأليش الكلام ده عندنا هنا في الشرق الاوسط، ولكن هناك عندهم يعني في امريكا. حتى كان في فيلم مشهور جدا عملوه على ماكدونالدز، ازاي طلعت وهي الفكره بتاعتهم وشغالين ازاي وازاي اتباعت والقصه دي كلها. هم شغالين بالطريقه دي، هم بيشتروا اراضي، فبالتبعيه شراء الاراضي ده بيخلي عندهم السهم بتاعهم، لا هم عندهم اسيتس كبيره. لكن اكتر حاجه اتهزت مثلا كانت ستاربكس. لكن عشان اقدر اقول السهم ده حصل فيه مشكله، انا لازم استنى اخر الكوارتر، لازم اشوف اخر بقى الربع بتاعنا الدنيا عامله ازاي، الرقم بتاع السهم حاصل فيه ايه. خصوصا ان السهم لما بيقع في شركات كتيره من الشركات اللي هي اللي بتدير محافظ هتعمل له سبورت، هتساعده، هترمي فيه فلوس اكتر، هتبتدي ترفعه اكتر. يعني احنا شايفين ستاربكس قفل مثلا 7 فرانشايزز في امريكا، وحصل قاع لطيف جدا، وبعد كده ابتدوا يرموا فلوس تاني، فالناس كتيره اشترت الاسهم، فابتدى السهم يطلع تاني وبعدين نزل تاني، هنفضل قاعدين في المعاناه دي. فهو موضوع طويل جدا، محتاج صبر كتير من الناس كلها عشان نقدر نغير البوليسي بتاعت الشركات دي او الطريقه اللي بيفكروا بيها، او على الاقل الطريقه اللي بيعلنوا ان هم شغالين بيها. يعني ما تبقاش يعني راجل كده ايه يعني بجح وتقول لك انا واخد مثلا جزء من ارباحي بعمله سبورت للجيش بتاعهم، وهم يعني زي ستاربكس مثلا اللي هم معلنين يعني حاجه زي كده، او اعلنوا في فتره من الفترات حاجه زي دي. فيعني كل اللي احنا عايزينه ان احنا نضغط عليهم عن طريق الاسلوب ده. اسمح لي اسالك على حاجه في الجزئيه دي يا خالد. انت بتقول الهدف هنا ان احنا نضغط على الستيك هولدرز، كويس. طيب انا هنسى خالص الجانب المحلي والشغلانات اللي بتضيع والناس هحط الكلام ده على جنب دلوقتي، مش هكون عاطفي يعني. ولكن انا النهارده لو انا جيت بمارس الضغط ده وقدرت ان انا اضغط على الستيك هولدرز لشركه زي ماكدونالدز او شركه زي ايا كان، هو النهارده لما يجي بقى البورد ويبتدي ياخد قرارات بيزد على التحرك بتاع السهم زي ما انت قلت، هل القرار اللي هياخده علشان يعلي السهم تاني هياخد اكشن في نفس الاريا اللي حصل بسببها المشكله، ولا ممكن يروح على بلد تانية ويزود استثماراته فيها ويقفل مثلا في بلد زي مصر؟ وهنا بشكل من الاشكال ده اللي بيحصل مثلا لما بتلاقي استثمارات بتخرج بره البلد.
هل منظوري ده شايفه طيب بص، صح؟ لما شايفه تكون بتتكلم على، وكلامك طبعا مظبوط، لو ان هو بس شايف ان البيزنس بتاعه في مصر بايظ، يعني مثلا معظم الشركات شافت ان البيزنس بتاعها في روسيا مش كويس لان هم ضد روسيا فقاموا سحبوا نفسهم من روسيا. ده في روسيا، بس احنا بنتكلم في مقاطعه في دول كتيره في نفس الوقت. هتنسحب من الميدل ايست كله؟ طب هو دلوقتي هو في ستاربكس قفلت هو في 7 فرانشايز في خليج امريكا، هتقفل ولا في امريكا؟ هو في مقاطعة في الخليج النهارده ولا بس مصر؟ في بعض الدول، يعني هيتهيألي الكويت فيها مقاطعه، انا شايف في حاجات كتيره في الكويت بتحصل والكلام ده، في كذا دوله في دول الخليج كان حتى يعني حتى لو مش 100% لا هتلاقي. انا شايف في ناس مش عارف تقريبا في مطار جده مصورين ماكدونالدز فاضي، ما مطار جده ده تقريبا ماكدونالدز اللي فيه ده كان الناس بتبقى فوق بعضها، او مطار الرياض حاجه زي كده يعني، مش مصورينه فاضي. ففي طبعا في مقاطعات بتحصل في كل حته مم. ده. ومش بس مصر، انت عندك الاردن مثلا. الاردن انا شايف فيها حراك رهيب في موضوع المقاطعه. نفس الكلام هتلاقيه في بعض الدول في المغرب العربي. واون ذا اذر هاند بقى انت هتلاقي في اوروبا، هتلاقي في امريكا، في فعلا الحاجات دي بتحصل. وانا بقول لك انا بشوف ناس بتعمل فيديوهات، هم يعني هو اجنبي صرف واضح يعني، ده مش تبعنا خالص يعني. يعني مناظرهم يعني بتبقى غريبه، اللي هو يعني انت ما تتوقعش ان ده ممكن يكون عامل لك اصلا سبورت، شكله كده بني ادم غلط، ومع ذلك الراجل واقف معاك ويقول لك لا انا مقاطع ومقاطع ده ومقاطع ده ومقاطع ده. انا مش، يمكن هو مش تورز لا قضيه ولا حاجه، لكن هو تورز فين الفريدم اوف سبيتش بتاعتي؟ انت بتاخد مني حقوقي، فانا لازم اعارضك. لان لما تيجي لندن، سوري انا اسف، نيويورك، يقول لك ان احنا عاملين قانون ان اي حد هيقاطع او هيصرح بالمقاطعه للمنتجات الاسرائيليه هيتحبس. ده انتوا بتهرجوا بقى، يعني احنا كده طلعنا بقى خلاص بقى من الفيفث امندمنت بقى والكلام ده كله، بقينا بنعمل دوله تانية بقى. فطبعا هم نفسهم الامريكان متضايقين، بغض النظر بقى عن الحرب اللي بتحصل، وبغض النظر عن اي حاجه. هو بيتكلم على حقه، هو حقه هيز فريدم اوف سبيتش، حقي انا في ان انا اعبر عن رايي. ازاي انت بتمنعني من حاجه زي كده؟ فابتدى يبقى في مشاكل في الدول التانية، فبالطبيعي جدا هتلاقي في جزء منهم ابتدى يقاطع. مش هقول لك حاجه ضخمه زي عندنا، ولكن لا، في منهم جزء ابتدى يقاطع هناك. طيب سيبك بقى من كل ده، ده الاوبجيكتيف، سواء بقى هنعرف نحققه ولا لا هنشوف مع بعض، ان هو ده محتاج عدد كبير ومحتاج صبر لفتره طويله. الاهم بقى من الاوبجيكتيف، انت هنا بقى في مصر، ايه الكلام؟ هو يعني ايه شركه مثلا بتاع يعني راجل اعمال عامل فرانشايز هنا في مصر؟ بالتالي الاساتذه كلهم عارفين موضوع فكره الفرانشايز موضوع بسيط. انا واحد باخد حقوق ملكيه، او ان انا استخدم العلامه التجاريه بتاعت شركه في مثلا في 30 دوله، في 50 دوله، في المنطقه بتاعت الفريدم اوف سبيتش. معلش انا مش مذاكر الدستور بتاعهم، معلش حقكم علينا يعني. ما علينا يعني. انتوا ادرى، انتوا قاعدين هناك. ف هيجي واحد يقول انا عايز اخد الفرانشايز او الحقوق بتاعت محل معين، حاجه معينه، وات ايفر البراند ايه. بيدفع ثمن الاتفاق ده، بيعملوا عقد وبيدفع ثمن الاتفاق ده في الاول، وبعد كده هم بيدوا له شويه جايد لاينز ازاي المنتجات بتتعمل، ازاي الشكل المحلات بتاعته لازم تبقى عامله ازاي، بيعملها بالظبط زي ما هم عايزين. ويبتدوا يدوا له شويه، يبتدي ياخد منهم شويه انجريدينتس، شويه رو ماتيريالز في بعض الاوقات ان هو لازم يعملها، وفي حاجات ثانيه بيبقوا طالبين منه ستاندردز معينه يجيبها ويشتغل بيها. سواء كده او كده هو بيبتدي يشتغل على هذا الاساس، وبيبقى مربوط السيستم بتاعه والسيستم المحاسبي بتاعه وبتاع الشركه بتاعته او بتاع المحلات بتاعته بالسيستم بتاع الشركه الام، زي كارفور كده مثلا. وهم بيبقوا عارفين هو بيبيع قد ايه، وبيبقى في بينهم نسبه 1%، 2%، 3% من المبيعات مش من الارباح بيديها له. ولو ان انت شايف ان ال 3% 4% دول من الارباح او من المبيعات ده مش مبلغ كبير، ولو ان انت شايف ان الجزء الكبير الاولاني اللي هو بيديه لهم ده برضه مش مبلغ حاجه عظيمه، دي اتدفعت مره وخلاص خلصنا على كده، وهو خلاص بقى شغال دلوقتي وقاعد 100 100 ومترستق، ومعظم الربح بتاعه بيدخل لنا. احنا بقى بنعمل ايه بقى لما بنيجي نقاطع؟ بنيجي على الفرانشايز ده، لما انا قطعته هو قلت عنده المبيعات. طب المبيعات اللي قلت عنده ده، يعني هو بيبيع بكام لما يجي 2 3%؟ مش هيفرقوا معاه. هو مش هيفرقوا معاه في بلد ولا لما يبقى في كذا بلد او في كذا منطقه تعمل نفس الكلام ده في الارباح،
في الاوفر اول بتقل، فهي دي اللي هتاثر معاك على السهم بتاعك. طب انا دلوقتي راجل مصري ماليش دعوه بقى لا بالسهم ولا بتاع ولا اي حاجه في بورصه في داو جونز ولا في سان بي ولا وات ايفر، يعني انا ماليش دعوه انا بالناس دي. انا ليه هنا في مصر؟ انا النهارده بقى لي 10 15 سنه شغال زي الفل، ببيع وبعمل ارباح وزي الفل والدنيا تمام والناس مبسوطه مني وكله كويس. جيتوا انتوا النهارده اتضايقتوا من الشركه الام بتاعتي، انا ماليش دعوه، انا راجل واخد البراند وحاطه عندي علشان انا عارف ان انا لما اخد البراند ده انت هتيجي تشتري مني عشان انت بتحب البراند ده، فانا بعمله لك باتفاق مع صاحب البراند. فانت النهارده جيت قلت لي انا مش هاخد منك عشان انا زعلان من الشركه الام نفسها، فانا بصيت لقيت المبيعات بتاعتي قلت، اقوم جاي قايل لك انا همشي الناس وانا احتمال اقفل، وانا ده هضر بالاقتصاد كل ده في شهر؟ يعني انت بقالك 10 سنين شغال وبتكسب، الشهر ده ضلعك؟ لو ان الشهر ده بالفعل ضلعك وهتمشي ناس بسبب ان مبيعاتك قلت بسبب بشهر واحد وانت بقالك 10 سنين بتشتغل، معلش انا اسف كده بقى، انا اخاف منك اكتر واكتر. انا كراجل دوله يعني انا اخاف جدا من الاستثمار ده. استثمار ايه ده اللي لما الدنيا تتهز عنده هزه بسيطه يقوم قافلها وماشي ومروح وسايب ومشي لي عيالي كلها يرفدها؟ لا، انا ابتدي بقى اركز اكتر على المنتج الوطني اللي هو ما مش هيعرف يهرب مني، هو في الاخر في الاول والاخر قاعد معايا في البلد. لكن تيجي تقول لي شهر حصلت وقعت مني المبيعات انا هقفل، طبعا دي حاجه تخوف اي راجل دوله لما يشوف الاستثمار بتاعه بيحصل في كده، فاهمني؟ طب اعتبرني انا الشرير، اعتبرني انا الشرير النهارده، تمام؟ لازم يبقى في قلب. طيب ايوه هو انا ده. طيب النهارده لما المبيعات تقل، انت زي ما انت قلت هو فرانشايز، واللي انا اعرفه النهارده ان اي فرانشايز هو ملزم ان هو بتقرير على الاقل ربع سنه وبيقول انا بعت بكذا وحققت كذا وارباحي كذا وماشي على الخطه الفلانيه. طيب ما هو النهارده لما ارباحه تقل بسبب اتفضل يا محمد. ما هو لما ارباحه تقل الكلام ده هو برضه مضغوط عليه من بره. صحيح. بص، فهنا ارباحك هو بتقل، انت مش الموضوع. عشان انت حاطط لي تارجت، ما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. هو حاطط له تارجت صح، واللي بره حاطط للراجل اللي عندي هنا في مصر تارجت لازم تبيع مثلا ب 10 مليون السنه دي، فانا مش عارف اجيب ال 10 والا مليون. التوكيل هيقع او الفرانشايز هيروح، ده المتعارف عليه. حلو، المتعارف عليه ده في الاوقات العاديه. هو النهارده انا صاحب فرانشايز شركه اكس وشغال زي الفل بقالي كام سنه، فحضرتك جيت قلت لي انت ليه السنه دي ما بتجيبش ارقام؟ اقول لك المشكله عندك انت مش عندنا، المشكله البي ار بتاعك انت هو اللي فاشل، البي ار بتاعك عمل لي مشكله في البلد، فانت تيجي تقول لي هشيل منك الفرانشايز. يا فندم انت في الوضع ده الوقت الحالي ده انت لو خدت مني الفرانشايز كذا راجل اعمال هيخاف ان هو يبتدي يدفع لك فلوس ويبتدي يشتغل معاك لان هو اوريدي البراند واقع في البلد. بص، هي الفكره كلها ان انا بعمل عمليه ضغط مجتمعي على الشركه الام عن طريق اللي موجود عندي هنا، الوكيل بتاعهم عندي هنا بس. فده هيتاذى، اكيد هيتاذى، بس اللي هو هيتاذى بقى اللي هو شركته هتقفل، يعني انا شايف ان ده مستحيل، صعب جدا، يعني ده يبقى حاجه غريبه، يعني المفروض ما يحصلش اصلا حاجه زي كده، ان انت اوريدي عندك ريزيرف بقالك سنين شغال وزي الفل والدنيا تمام، الشهر ده مش هيعمل معاك حاجه، ولو طولت معاك شهرين ثلاثه المفروض ما يعملش معاك حاجه، ولكن لو ان انت شايف ان ده هيعمل معاك حاجه خلاص تمام. الناس كلها بتقترح ان هو يسيب غيروا يا جماعه اسامي البراندات، انا مش شايف ان ده صح، يعني في ناس كتير بتقول لهم خلاص غير اسم البراند بتاعك، هو اسمه ماكدونالدز، قول لهم مش هشتغل معاك وسميه اي حاجه ثانيه وشغله ماشي تمام، بس هو معظم رجال الاعمال مش هتعمل حاجه زي كده، مش بعد ما عمل واستثمر سنين في ان هو يبني البراند ده هيسيبه كده بالسهل. انا اللي يهمني حاجه ثانيه، السوق المصري، الماركت شير المصري بتاعنا هنا ده كان متقسم ما بين مجموعه من الكومبيتيتورز معظمهم شركات مالتي ناشونال. يعني لو اتكلمنا على ابسط حاجه خالص اللي هي المشروبات الغذائيه، هم شركتين كبار مقسمين اللعبه ما بينهم، وكم شركه كده صغيره بتحاول انها تزاحم وخلاص على كده. لما حصل المقاطعه اللي حصلت في اليومين دول احنا اكتشفنا حاجه غريبه جدا، اكتشفنا مجموعه من الشركات موجوده اوريدي في مصر بقى لها فتره كبيره بتحاول انها تعمل لنفسها اي ماركت شير ومش عارف، مش قادره تقف قدام الاله العظيمه بتاعه شركات المالتي ناشونال دي. والناس دي نفسها انها بتشتغل وبتعمل، في منهم بيعملوا منتجات كويسه وفي منهم بيعملوا منتجات وحشه، لكن كله عايز يشتغل. احنا لما عملنا مقاطعه ايه اللي حصل؟
الشركات على فكره الكبيره، البراندات البتاع، الناس دي مش هتقفل، خدها مني، استحاله يقفلوا. وكل اللي هم بيعملوه ده بروباجندا بحيث ان هو يخوفك بس. هو مش هيقفل، هو خايف من حاجه ثانيه. هو النهارده الماركت شير كان مقسوم بيني وبين شركه ثانيه، شركتين بس 50 50، وبنتخانق مع بعض على 5% رايح جاي. انا جبت عمرو دياب، اما هو جايب مش عارف مين، فعملنا كده حركات، فانا بقيت الناس بتحب اكتر فلان، لا انا جبت ويجز فرحت، وهكذا. لكن اللي بيحصل النهارده بقى ان احنا ابتدينا نغير قواعد اللعبه، احنا كشعب غيرنا قواعد اللعبه، غيرنا التقسيمه بتاعت الكيكه، تقسيمه الماركت شير. بدل ما كانوا 50 50، لا انا هديكوا انتوا الاثنين 30، وبقيه ال 70 هقسمهم على شركات ثانيه هنا مصريه. انت النهارده اتفرج في الشوارع، الناس بتدور على سبيروس باتس ده كانه مخدرات، لان هو واحد من احسن المشروبات الغازيه اللي موجوده في مصر. في كذا نوع موجود في مصر، بس ده واحد ممتاز جدا وسعره كويس جدا، فالناس بتدور عليه. انا امبارح شفتها بالظبط في مصر الجديده، كنت نازل كنت بجيب حاجات هناك، سوبر ماركت عادي صغير كده يعني، حاجه صغيره، وعنده ثلاجه بيبسي، الثلاجه كلها مليانه، وفي خرم في النص كده اللي هو بتاع اللي هو حاطط فيه الحاجات بتاعت سبيرو تقريبا. كل اول ما فرغ الكرتونه الناس كلها خدتها ومشت، ففضل حته حبه كده دي اللي فاضيه، رف واحد اللي فاضي، والباقي كله لسه زي ما هو. احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنغير الماركت شير. هو بيقعد يدرس الماركت سنين، وبيقعد يعمل حملات ترويجيه، وبيقعد يعمل دراسه اناليسز للكومبيتيتورز وللماركت، وازاي اقدر انزل معاك في الساحل اكتر واحد انفلونسر اقدر اعمل معاه ديل النهارده. هو قاعد عامل كل الحاجات اللي المفروض تتعمل از ماركتر مايند سيت، وده مظبوط. جينا احنا بقى عملنا ايه؟ عملنا انت وهو كده هش من هنا، احنا مش عايزينكم خالص. بوظنا لهم كل الخطط اللي هم بيعملوها. انت متخيل واحد قاعد بيخطط من دلوقتي للسنه الجايه، بقيه السنه دي والسنه الجايه الماركت الكامبينز بتاعته تبقى عامله ازاي، وقمت انت مغير له الخريطه بتاعت اللي هو بيلعب عليها. هي دي المشكله اللي احنا بقى اللي هو بقى فيها. هو ما بقاش فاهم دلوقتي الماركت رايح فين، الماركت شير رايح فين، ومش عارف يعمل ايه، وخايف ان الموضوع يطول. فالشركات اللي هي ابتدت تاخد نفس دي، اللي هي الشركات الوطنيه المصريه اللي ابتدت تاخد نفس، ابتدوا يتحركوا، هيبتدوا ياخدوا ماركت حقيقي ويقفوا، ويبقى هو ده بتاعهم، ما يعرفوش ياخدوه منهم اني مور. النهارده سبيروس باتس دي كانت شركه بتعمل ورديه واحده او نص ورديه في اليوم، بيعلنوا النهارده ان هم عاملين 3 ورديات في اليوم ومش ملاحقين على الطلبات بتاعتهم. الشمعدان ما حدش فاكره طبعا، ده اتنسى من زمان، قال لك انا مبيعاتي زادت 20%. شركه زي مش عارف اسمها ايه ديت، سينا كولا، قال لك احنا الكواليتي بتاعتنا وحشه واحنا عارفين، وانتوا كلكم بتقولوا لنا الكواليتي بتاعتنا وحشه، واحنا عارفين الكلام ده، عشان كده احنا هنحسن كل الكواليتي، وهننزل هنعمل ريبراندنج، وهنعمل. الناس ابتدت يبقى عندها ثقه انها تبتدي تنفست تاني في. وخد بالك الناس اللي بتنفست دي معاش فلوس، دول بياخدوا قروض عشان ينفستوا، ان هم شايفين ان دي فرصه، فلازم استثمر دلوقتي بسرعه في البراند بتاعي عشان الاقي لنفسي مكان. احنا هنا بنعمل ايه؟ بنغير الخريطه بتاعه الاستثمار في مصر. انا بقالي سنين كل ما حد يكلمني بقى لنا اي حد يقول لك مشكله مصر اقتصاديه، والله ما بننتجش، ما بنزرعش، ما بنصدرش، عندنا مشكله دولار. طب اهي فرصتنا اهي النهارده، بيبسي كولا ولا سبيروس باتس اللي ممكن فيهم يجيب لي دولار من بره؟ استحاله بيبسي. اصل انت هتصدر لمين بيبسي يعني؟ مش فاهم. ما هو انت هتصدر للبلد اللي جنبك فيها عندهم مصنع هنا، لكن سبيرو ده اللي مش موجود غير عندك هنا في مصر. لو ان هو الراجل كبر وقدر ان هو فعلا يتوسع، وابتدى منتجه يروح بقى للدول اللي حوالينا، هو ده اللي هيجيب لك دولار. يبقى بالعقل كده مين فيهم افضل ليا انا كاقتصاد؟ والنهارده الشركات دي لما بتكبر، لو انت هتمشي ناس، تعالى الناس هتشتغل من هنا لهنا يعني، ده رزق بتاع ربنا يعني. انت قفلت غيرك فتح، مش هقول لك ان هو هيبقى نفس الستاندرد بتاع التوظيف، ولا اكيد طبعا لسه الناس لسه بتقول بسم الله، ولكن هيبان. وبعدين الناس برضو مركزه في الموضوع ده على الاكل والشرب. يا جماعه في عندنا شركات عظيمه مصريه في كل حته، مش بس اكل وشرب. يعني عندنا ماركت ملابس فعلا فعلا تستحق ان الناس كلها تفكر. انا بقالي مثلا اسبوع كل يوم قاعد بعمل على الستوريز عندي على الواتساب اعلانات مجانيه لكل الماركات المصريه من كل حاجه. شركه سوترا بتاعه الملابس، شركه من احلى الشركات اللي بتعمل ملابس عصريه من اول الشراب لحد القميص. شركه وستارت اب لطيف جدا، وشباب لطاف جدا كمان يعني، ممكن انا اتعرفت عليهم عن لان الناس محترمه جدا جدا. شركه ثانيه اسمها المدرسه، دي بتعلم الناس حاجه كده عامله زي يوديمي بس مصريه. في عندك كميه
ستارت ابس وكميه شركات موجوده، مش بس بتعمل اكل وشرب، لا بتعمل حاجات كتيره موجوده في مصر مستنيه ان حد يبص لها. خد بالك بقى ان في مشكله انت عندنا. عارف انا كمان سمعت عن شركه اسمها فيدني، يعني برضو عارف فيدني دي مثلا عايزين بقى نقعد بقى نركز يعملوا فيها بقى كده شويه، النتورك. عشان الشركه دي محتاجه فعلا فرصتها برضو دلوقتي، وليها احتياج دلوقتي. يعني انا بجد احنا اصلا بقى لنا فتره بندور على سوشيال ميديا مصريه، احنا لا عارفين نعمل اعلانات بالجنيه، ولا عارفين نتكلم براحتنا. كل شويه يقفلوا لنا القنوات بتاعتنا على تيك توك وعلى يعني وعلى انستجرام وعلى كل. احنا محتاجين سوشيال ميديا مصريه. هي دي صحيح، احنا لحد دلوقتي احنا بروفيشنال، بس لا احنا ممكن نحسن من فيديو وتكبر الموضوع اكتر واكتر. ده مش هزار، ده في كذا حد طالب بالموضوع ده. هنستنى الستوري ده دلوقتي يا سلام بس كده. طب اقول لك حاجه ثانيه، احنا عندنا في مصر المقاطعه دي بتحل مشكله مجتمعيه عظيمه، المصريين مش عارفين يغيروها، وده ده الوقت الوحيد اللي ممكن المشكله دي تتحل. يعني احنا كلنا في مصر الحمد لله بنكح تراب، يعني لو تقريبا التراب خلص وبندور على اي حاجه ثانيه نكحها، مفيش، كلنا الحمد لله اتمصمصنا، الاسعار مصمصتنا كلنا عارفين الكلام ده. حلو، من اعلى واحد على فكره اللي بياخد 3 4000 جنيه، واللي بياخد 100 150 الف جنيه، كل واحد حسب الليفل اللي هو عايش فيه، كله بيكح تراب. ومع ذلك الجميع متفقين ان انا لازم يبقى شكلي جامد، فانا لازم اجيب القميص الطامي، ولازم البس الساعه اللي مش عارف ايه، ولازم اروح لما اجي اكل اروح اكل في المحل الفلاني، ان شاء الله يا رب افضل بقيه الشهر مش لاقي اكل، مش مشكله، بس الناس تبقى شايفاني ماسك البراند او في محل براند. دي مشكله مجتمعيه اللي بيحاول يطلع منها، المجتمع بيبص له بصه اللي هو لا ده مش زينا، مش على نفس الليفل بتاعنا. النهارده بقى، ومع ان الكل مضرور، يعني ده بيهيفير ضارر الجميع، ومع ذلك الكل محتاج ان هو يمشي في نفس اللاين ده علشان يفضل شكله كويس. طيب النهارده بقى عندك حل، احنا مقاطعين يا جماعه، فمعنى ان انا مقاطع ان انا مش محتاج ان انا اروح اجيب الحاجات دي ولا ادفع فيها الفلوس الكتيره اللي انا بدفعها. ده بالعكس، ده انا لو عملت كده هيتبص لي البصه اللي هو يعني ده مش انسان مش كويس. طب انا كده بحل مشكله مجتمعيه على فكره، يعني خلاص تمام، سيب بقى البراندات الوحشه دي، وخلينا نبص يعني ندي لنفسنا نفس اقتصادي للعائله المصريه، ونفس اقتصادي للدوله نفسها، وفي نفس الوقت هقدر اجيب دولارات من بره لو الشركات دي نجحت وقدرت انها تطلع انتاجها بره. قول لي بقى في اللي انا قلته ده ايه اللي يضر الاقتصاد المصري؟ بص، هو على اللونج ران زي ما انت ما بتقول، لو هي هتمشي كده فانا باجزم ان يعني كلامك صح، بس انا عندي مشكله في حاجه يا خالد، ان احنا مع كل مشكله زي اللي حاصله النهارده، نفس الدعوات بتطلع، ونفس الاتيتيود بيتحول او بيترجم لتحرك على الارض زي اللي حاصل النهارده. طب احنا اخبارنا ايه بقى بعد الموضوع ما بيخلص؟ الناس بتنسى وبترجع وبتستخدم نفس الحاجه ومفيش حاجه بتحصل. فده بالنسبه لي نقطه انا مش قادر افهمها، بتتكرر وكأن النتيجه هتختلف. انا برضو هلعب دور الشرير هنا. ده بقى علشان كده بقى بقول لك ان دي فرصه للشركات المصريه دلوقتي تتحرك دلوقتي، عشان تقدر تقنع الناس انها تستخدم البراند بتاعها وتجربه ويعجبها. ففي الحاله دي هيبتدوا يحجزوا لنفسهم ماركت شير. فلما الارتداد ده يحصل، واكيد هيحصل طبيعي، يعني احنا نقول فلنقل النهارده ان 100% من الشعب مواطن، مش حقيقي بس خلينا نقول 100% الشعب مواطن، الشهر اللي جاي هيبقوا 95%، الشهر اللي بعده هيبقى 90%، لحد مثلا ما نوصل 60 40 مثلا ولا حاجه زي كده. تمام؟ ما هو ده اللي انت بتسال عليه. يعني اللي انت بتسال عليه ده اكبر دليل ان الشركات المالتي ناشونال او البراندات العالميه مش هتقفل في مصر، ان هم عارفين ان ده هيحصل. هم كل اللي هو بيعملوه دلوقتي ان هو بيحاول يقلل الخسائر بتاعته مش اكتر، ويا ريتها خسائر، بيحاول يقلل خساره الربحيه شويه، اللي هو ايه يعني علشان الدنيا ما تبطش معاه قوي يعني، فيفضل يبقى بدل ما يبقى كسبان
قد كده يبقى كسبان حاجه ابسط يعني، بس مش اكتر. فهم عارفين ان الدنيا دي مش هتمشي، عشان كده في كل الناس اللي هم بيقولوا يا جماعه البراندات تقفل او تغير اسم البراند، ده مش هيحصل. ما فيش حد استثمر حياته كلها في براند زي ده وبعدين في الاخر هيسيبه، ده مستحيل. فهم عارفين ان كده كده الارتداد ده هيحصل، وعارفين ان كده كده هيرجعوا تاني يبيعوا. بس هنا بقى السؤال، لما هترجع تبيع الماركت شير بتاعك هيفضل ال 50% اللي كان زمان موجود، ولا هيبقى 15 20%؟ هو ده بس السؤال المهم اللي هيجاوبه الشركات المصريه بس. الشركه المصريه اللي هتعرف تثبت نفسها في الوقت الحالي وتكسب الارض وتكسب ماركت شير، لما الارتداد ده يحصل والناس تبتدي بقى تبطل او معظمهم يبطلوا مقاطعه، هيبقى ليهم خلاص اللويال كاستمر بتاعهم. فيقدر وقتها يكبر بقى، خلاص انا بقيت منافس زي اللي قدامي، مش فارقه بقى. هو ممكن يكون اكبر مني حجما في العالم، ولكن انا بقيت خلاص ليا الكوتا بتاعتي في الماركت. ما هو برضه يعني مش هيفضل الماركت بتاعه كله طول الوقت، طبيعي يعني، بس هيبقى له الكوتا بقى بتاعته. وابتدى يقدر يفتح لنفسه ريتيلرز بره مصر، يروح الخليج بقى، يروح المغرب العربي، يروح افريقيا، كل دي اسواق موجوده عنده. فلما يبتدي بقى يعمل كده يبقى خلاص ابتدى هو كمان ينتشر، فابتدى يبقى عندنا شركات كبيره مصريه او عربيه بتعمل الكلام ده، بتعمل نفس الدور اللي الشركات الاجنبيه دي بتعملها. بس النهارده انا لما اروح السوبر ماركت اكتشف ان 3/4 البراندات اللي انا او البرودكتس اللي انا بشتريها كلها جايه لي من بره، ده استعمار اقتصادي ده يا عمي، مش كده. انا ما عنديش ولا حاجه بتاعتي، حاجه صعبه جدا يعني. فاحنا دلوقتي بندي نفسنا فرصه مش اكتر. الارتداد ده لما يحصل، ولما الناس تبطل او معظمهم او يعني ليتس سي جزء يعني خلاص يبتدي يتعب من موضوع المقاطعه ده، وخلاص يا جماعه بقى نبتدي ندخل منتجين من هنا لهنا، لا مش قادر ابطل بقى ده، مش قادر اعمل الكلام اللي هو لا مش عارف يعني الناس بتموت في ناحيه وانت بتقول مش عارف ابطل قهوه، فيعني مش قادر استوعبها، بس ماشي يعني براحتك يعني. فانت لما ده يحصل، الشركه بقى المصريه بتاعتي هيبقى الكواليتي بتاعتها اتحسنت، الديستريبيوشن بتاعها بقى احسن، الاسعار بتاعتها بقت معقوله قدام الكومبيتيشن، وبقى ليهم ماركت شير وليهم لويال كاستمر. وقتها اقدر اقول لا انا كده عندي شويه ثبات في السوق. انا مش كل حاجه عندي بجيبها من بره، او مش كل حاجه عندي مش بتاعتي، او مش كل حاجه عندي لو حصلت هزه يجي يوم جاي المستثمر يقول انا هقفل واروح. انت بتهددني يعني، مش ممكن برضو، ما حاجه غريبه جدا يعني. بس دي وجهه نظري في الموضوع، قد اكون غلطان يعني، ناقشني. محمد، احنا اتأخرنا عليك، انا اسف. انت كان عندك سؤال او كنت حابب تقول حاجة؟ اتفضل. لا خلاص يا نور، هي انت غطيت النقطة اللي انت كنت بتكلم فيها، وانا قلت ما بعد المقاطعة. يعني بقى بعد المقاطعة الناس دي هترجع تاني لعاداتها الشرائية، والشركات هتشتغل تاني وبتاع. هو الحقيقة لازم نبني ثقافة ان ما يبقاش فيه مقاطعة تبقى مقاطعة، يعني مقاطعة نهائية. ابقى اشوف البديل المصري، ابقى عندي شوية ثقة في المنتج المصري. لان الشركات دي ممكن في يوم وليلة تقفل، يعني في يوم وليله تقفل. ما بتكلمش طبعا عن الشركات الكبيره، ان بس في تشينز قبل كده جت في مصر وقفلت. فبتكلم يعني ده هي غطت، هو خالد غطاها الحقيقه ف شكرا. طيب خلينا بقى نبص من ناحيه ثانيه، من وجهه نظر ثانيه. الراجل المستثمر اللي طول عمره حاطط فلوس في ال في برودكت او في رينج من البرودكت او البراند، بقى له 10 سنين، بقى له وات ايفر، بقى عنده اكسبيرينس. الاكسبيرينس دي مش دي بفلوس، بقى عنده النو هاو بتاع البروسيس بتاع العمليه كلها، وابتدى يبقى خلاص الموضوع بالنسبه له بيس اوف كيك. انا عارف انا هعمل ايه، انا ببيع منتج بتاع حاجه معينه، فانا عارف ان انا هاجي اقفل هنا وهعمل كذا وهجيب الرو ماتيريال من هنا فخلاص بقى عندي اكسبيرينس عظيمه جدا في الموضوع. ايه اللي يمنع حضرتك ان انت تبتدي تستثمر في البراند بتاعك انت؟ اهو انت بقى كراجل بتاع براند سندوتشات، ولا بتاع براند ملابس، ولا بتاع براند اي حاجه ان شاء الله يا رب ساعات، انت شخصيا عندك اكسبيرينس كويسه جدا، وعندك كونكشنز خرافيه،
واحسن حد يعرف يعمل الاوبريشن واللوجيستكس والكعبله اللي هي بتعمل مشكله عند اي حد داخل في السوق جديد، او لوكال براند ما عندوش الاكسبرتيز بتاعتك وما عندوش الانفتاح بتاعك على العالم. اديك شفت اللي ممكن يحصل ايه في يوم وليله. انت النهارده وكيل، تمام، خلي وكالتك زي ما هي، تمام كده، مشيها زي ما هي، بس استغل بقى الفرصه، بدل ما تقعد تناطح في شركات مصريه بتحاول انها يعني تقوم، اعمل انت كمان شركتك. ده بالعكس، ده انت لو عملت شركتك، انت عملت البراند بتاعك انت بخبراتك انت وبقدراتك، انت اللي هتاكل السوق، وانت اللي هتبقى الشخص اللي الناس بتشتري حاجته، وانت اللي هتبقى الشخص اللي بتبيع لبره وبتدخل دولار. يعني بلاش يعني دي طبعا يعني ده اللي نفسي الناس تبتدي تفكر فيه بالشكل ده. ما تحطش نفسك في البوزيشن بتاع المدافع، ملهاش لازمه. هو كده كده الناس متضايقه خلاص، يعني هم حاليا الناس متضايقه، فانت هيحصل عندك خسائر، انت مالكش دعوه بالموضوع. يعني انت راجل شغال بما يرضي الله، الناس اتضايقت فحصلت المشكله دي، فخلاص هتحصل عندك خسائر، فانت هتستحمل شويه الخسائر دي، وبعدين هيحصل بقى السوق، الناس هترجع بقى شويه شويه يعني. يا ريت زي ما استاذ محمد بيقول يعني نفضل يبقى عندنا الثقافه بتاعتها، بس للاسف انت بتتكلم في فوق ال 100 مليون، مش يعني ما بتعرفش المصريين اصلا بالذات، يعني من الشعوب اللي هو ما عندهمش ثقافه اللي هو تعرف تزقهم كلهم في اتجاه واحد، هيجوا معاك شويه وبعد كده هتبص تلاقي كل واحد فيهم بيشت في حته. يعني بنمشي بدماغنا شويه، على راي اللي بيقول لك ده المصري ملوش كتالوج يعني. سبحان الله يعني. ففي الفتره دي انت دلوقتي عندك خسائر، وانت دلوقتي مش بتبيع، وانت دلوقتي عندك مفيش شغل، ليترلي مفيش شغل، انت مستني الموجه دي تعدي عشان ترجع تشتغل، وانت قاعد فاضي بقى كده. ابتدي جهز البراند بتاعك، ابتدي جهز هتنزل السوق ازاي. انت ممكن تنزل السوق بعد بكره على فكره، انت مش محتاج حاجه فظيعه يعني. انت ممكن تنزل السوق وتاكل السوق، وتبقى هي دي الشركه بتاعتك انت والبراند بتاعك انت، فرصتك. انت اللي عندك الفلوس، وانت اللي عندك الخبره، وانت اللي عندك الكونكشنز. حرام تضيع حاجه زي كده جاست ان انت واقف وكيل يعني. دي حاجه برضو من الحاجات اللي لازم الناس تفكر فيها. هي وقت الازمات برضو بتبقى اوقات تعظيمه لناس دماغها شغاله، يعني الناس اللي بتعرف تطلع منتج جديد، او تعرف تشتغل على الحاجات اللي هي اللي ناقصه. بالتالي دي نقطه صحيح. مهمه زي ما انت قلت فعلا يا خالد. وبرضو مش عايز الكلام بتاعي ده يتاخد ان انا ضد الشركات المالتي ناشونال، او ضد واحد مثلا يعني هيومنجز زي الشايع بالبراندات اللي هو واخدها خالص. على فكره مش انا طول عمري شغال في شركات مالتي ناشونال، اتعلمت في الشركات دي وترقيت في الشركات دي، والاكسبيرينس والخبره اللي عندي اللي انا بتكلم بيها دي كلها واخدها من هناك. الناس دي مدارس يعني. انت بتروح انت بتروح في اي شركه صغيره، انت لسه بتتعلم الدنيا بتمشي ازاي، وبتبقى في ترايل وايرور وتعمل حاجه وتبوظ وكده. الشركات اللي هناك هم خلاص هم عارفين الدنيا ماشيه ازاي، هو عنده المانيفستو بتاع كل سيتويشن، هيحصل معاك كذا اعمل 1 2 3، هيحصل معاك كذا لا تعالى الناحيه دي. وبتاخد كورسات طول ما انت قاعد، تفضل تقعد تاخد كورسات معاهم. وده في الشركه اللي انا كنت شغال فيها كانت عامله اكاديمي، يعني هم عاملين اكاديميه جوه الشركه عشان تعلم موظفين الشركه بروجكت مانجمنت بقى، ونيو سوليوشن مانجمنت، وليدرشيب، وكل اللي انت عايزه. فانا مش ضد ابدا الشركات دي، بالعكس الشركات دي من شركات قويه جدا ووجودها مهم. واشجع دايما مش ضد استثمار اجنبي ولا الكلام ده كله، بلا بلا بالعكس، انا معاك ان انت تيجي، اهلا وسهلا، تيجي تنورني. واحنا محتاجينك ومحتاجين التكنولوجيا بتاعتك ومحتاجين خبرتك ومحتاجين علمك، ولكن ما يبقاش انت بس. ما هو ما ينفعش برضه تبقى انت وفي غيرك المصري برضه. اتفضل يا استاذ محمد. والحقيقة كمان الفرصة فرصتين دلوقتي، يعني انت فرصة المقاطعة دي وهي فرصة قصيرة الأجل هنقول، لكن الفرصة الحقيقية اللي طويلة الأجل إن أنت تخلق براند مصري خلاص في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيعيشها دلوقتي المجتمع المصري، بالضغط الموجود بي إنك بتنزل منتج وبأسعار مختلفة عن المنتج بتاع المالتي ناشونال، أنت مربوط بكود أسعار مثلا أو حاجة زي كده. فرصتك ان انت تنزل بمنتج مصري عالي الجودة بسعر منافس في الظروف ديت، فالفرصة فرصتين الحقيقة.
بالظبط والله، هو ده فعلا ده الكلام المظبوط. انت دلوقتي عندك يعني فرصه عبقريه. وانا بستغرب برضو الناس اللي جايه متضايقه، والناس اللي يا جماعه في فرصه عبقريه، السوق دلوقتي فيه فرصه عبقريه. انا كل ده على فكره برضو تاني، انا ما بتكلمش من الشق الدين ولا في الشق الانساني ولا في المصيبه اللي بتحصل على الحدود عندنا. انا بكلمك في اقتصاد بلدك، لان واضح ان في ناس كتيره مركزه بس في الحته دي، فانا بكلمك في الحته دي. انت من مصلحتك دلوقتي ان انت تقوم اقتصادك كله في حاجات كتيره مختلفه. انت عندك مشاكل، ابتدي اعمل. انا مش هقول لك ان انت هتحل المصيبه اللي احنا فيها او المشاكل، مشكله شح العمله، او مش ده اللي انا بقوله. بس انت شخصيا عندك فرصه. البراندات اللي الناس مستني، يعني الناس واقفه مستنيه انها تشتري حاجه، انت عندك فرصه ان انت تعملها. انت لو عملتها هتتباع. ومجرد انت تعمل حاجه كويسه زي ما استاذ محمد بيقول لك، كواليتي كويسه، سعر منافس، اتفضل انزل. السوق بيقول لك اهلا وسهلا. مش هتلاقي الفرصه دي قدام. هو في سوق في الدنيا بيبقى قاعد الباب مفتوح والكاستمر واقف على الباب مستني السبلاير يجي؟ مفيش حاجه كده ابدا ابدا في الدنيا كلها. يعني ما ده انت يا اما بتقعد تتخانق مع الكومبيتيتور بتاعك، يا اما بتقعد تعمل اختراعات جديده علشان تقنع الناس بيها، يا اما بتصرف ملايين على الاعلانات وعلى الماركتنج كامبينز، او ان انت تبقى تجيب حد زي ستيف جوبز مثلا، راجل بقى يعني بيفكر في 20 سنه قدام عشان يقول لك الناس احتمال تبقى عايزه حاجه كذا فانا هعملها لهم فتعجبهم. يا جماعه الناس واقفه، الماركت واقف مفتوح هنا، هو على بابه مفتوح بيقول لكم يلا بينا. فحرام فعلا احنا نضيع الفرصه دي يعني. تعرف، ويا بس سلام بقى لو الحكومة بأي شكل من الأشكال بتقدم تسهيلات للناس دي، سواء قروض مثلا، يعني شركات زي اللي هي اللي انت بتتكلم عليها بتعين او عايزة تتوسع، سواء في أعمال او في أسواق تانية، الناس دي برضو محتاجة سيولة. فانت سمعت عن اي اجراءات من الحكومة بتسبورت الناس دي ولا؟ انا ما سمعت اعرفش حقيقة، انا بس يعني بفكر. اوكي. سمعت في حكومه الكويت قال لك هنعمل ضريبه 15% على الشركات المالتي ناشونال. اوكي. فهو بيحاول ان هو يخلي الشركه المالتي ناشونال تزود سعرها عشان الكلام ده يبقى ان فيفور اوف اللوكال سبلاير. فالكويت بتضغط عليهم، لكن لا عندنا مش ما شفتش للاسف حاجه يعني. عشان حاجة. اوكي. احب بس ايه يعني قبل ما نختم برضو نعمل بس كده ايه ريسيبي سريعه. لو حد شاف الفيديو ده بعد كده متسجل، او حد معانا عايز ينقلها لاي حد في اللوكال ماركت، لان انا شفت بعض الغلطات القاتله اللي ما ينفعش تعمل دلوقتي. اول حاجه، ده مش وقت تعوض فيه خسائر. انسى بقى السنين العجاف اللي عدت. ده مش وقت تعويض الخسائر، ده وقت الانتشار. انت لازم يبقى الاوبجيكت بتاعك ان انت تنتشر على قد ما تقدر، كاستمرز على قد ما تقدر تشوفك، علشان يبقى في وورد اوف ماوث، عشان الناس تقول لك انا جربت المنتج الفلاني كويس، جربوه. الناس دلوقتي عندهم الابيتايت، عندهم الشهيه ان هم يجربوا اي حاجه. فخليك انت من الناس. يعني انت النهارده لو فتحت اي سوشيال ميديا هتلاقي شاب جاي حاطط 17 18 نوع شيبسي وبيبسي وكده، حاجات كلها مصري، وبيجرب. الكسبان في حاجه زي كده اللي عامل كواليتي كويس، فانت ابتدي انتشر. الكسبان في حاجه زي كده اللي عامل سعر كويس. يعني هو بيجي يقول لك المنتج ده حلو بس غالي، بس المنتج ده قريب منه لكن سعره اقل. كذا انفلونسر بيعمل نفس الموضوع ده. فرصتكم يا جماعه، ان ده الناس بتعمل لكم اعلانات مجانيه. ده مش وقت ان انت تكسب فلوس. اسمع مني، مش وقت الفلوس خالص، ده وقت الانتشار. اعمل تاني حاجه، اعمل حملات اعلانيه. آه، حملات اعلانيه بمعنى ان مش لازم تقعد تعمل اعلانات في الشوارع او في البتاع لو انت ما عندكش القدره ان انت تعمل حاجه زي كده، ولكن اهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك. يعني ما ينفعش ابقى انا عايز اعمل اعلان مجاني لشركه، اقعد ادور على الانستجرام بتاعها ما الاقيلهمش انستجرام. يعني طب اعمل لك ايه يا جدع؟ ده انا بقول لك عايز اساعدك، من غير مش عايز منك فلوس، انا عايز اساعدك وببلاش. ما الاقيش عندك انستجرام، طب هساعدك ازاي؟ طيب هعمل منشن لمين انا في الهوا؟ ما فيش حاجه اسمها كده. اهتموا بالسوشيال ميديا. لو ما بتعرفش ماركتنج، هات ماركتنج ايجنسي صغيره على قدها مصريه كده تمشي حالها، مش هتاخد منك فلوس كتير، تقدر تعمل لك شويه ديزاينات وشويه حاجات وتنزل. انا عايز اقول لك ان في صفحه اتعملت على فيسبوك
الصفحه دي اسمها سبيرو ستاتس فانز. الصفحه دي عليها فوق 600,000 متابع دلوقتي. انا عايز اقول لك سبيرو ستاتس دول مش هيحتاجوا ديزاينز للعلب بتاعتهم ل 10 سنين قدام، عاملين كميه ديزاينز الشباب وحاطينها لهم كده فور فري، خدوها يا جماعه اعملوا بيها حاجات، عايزينكم تبقوا شكلكم تحفه، عايزينكم تنزلوا تكسروا الدنيا، عايزينكم المنتج بتاعكم اللي يشوفوا كده على الرف يقول ايه ده شكله حاجه عجيبه جدا، عايزين نجربه، فكوكوا بقى من الدبانه دي وتعالوا نعمل مش عارف. ده الناس بتعمل لك كده اهتم بالسوشيال ميديا، اهم حاجه دي الطريقه اللي الناس بتتكلم بيها. يبقى اول حاجه ده مش وقت فلوس، ده وقت انتشار، خلي الاوبجيكتيف في دماغك انا عايز انتشر. تاني حاجه اهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك على قد ما تقدر. وتالت حاجه حاول تحسس الناس ان انت بتديهم سعر مخفض، يعني حاول ما تعليش سعرك دلوقتي، حاول تبقى فاهم ان انت يعني لو ان انت مش بتربح، يعني لو مش عامل ربح صغير على الاقل تبقى مكيته معاك. بس اهم حاجه ان انت ما تعليش السعر قوي، وفي نفس الوقت ما تقولش ان انا سعري قليل، يعني ما تجيش تقول الازازه دي سعرها 7 جنيه وانت عارف ان انت هتعليها بعد كده 10 جنيه، لا ما تعملش كده، اوعى تعمل كده، هتقع من نظر الناس هيقول لك بص بقى ابتدى يغلي. لا لا لا، قول انها ب 10 جنيه واعمل عليها بروموشن تنزل ب 7 جنيه، يبقى الناس في دماغها عارفه ان المنتج ده ب 10 جنيه وعارفين ان احنا دلوقتي في ليميتد اوفر نازل ب 7 جنيه. فلما تقدر انت بعد كده لما عمليه الانتشار بتاعتك تخلص وتبتدي تحس ان انت ده الوقت اللي انت محتاج ان انت تعمل فيه جني ارباح، فهتعلي السعر، وقتها يبقى انت ما بتعليش السعر، وقتها انت بترجع السعر للسعر الاصلي، فمحدش هيزعل منك. احنا خد بالك احنا كلنا بنحاول ان احنا الناس او الماركت بتاعك يعني فاتح لك الباب وبيقول لك عايز اجربك ويلا بينا ايدي في ايدك، ما تزعلوش منك، احنا مش عايزين نزعل الناس مننا، مش عايزين بقى الناس اللي بص بعد كل اللي احنا عملناه وسيبنا دول والله ولا يستاهلوا، احنا رحنا نجيب بقى بيبسي وخلاص على كده. عادي جدا، وقلبة المصريين سريعه ووحشه وكلنا عارفين الكلام ده. وفي واحد اهو ممثل يعني اتبهدل، مبهدلينه اليومين دول يعني عشان قال كلمتين ما عجبتش الناس. ف حاول ان الدماغ دي تبقى كلها، شركتك كلها بتفكر في كاستمر سنتريك. اخر نقطه بقى الكاستمر سيرفيس مهمه جدا جدا جدا، الطريقه اللي بتتكلم بيها مع العملاء بتوعك لازم يبقى عندك نوع من الكاستمر سيرفيس يخلي الناس لما تكلمك ترد عليها. انا عجبتني جدا سينا كولا لما راحوا قالوا احنا يا جماعه سمعنا منكم ان انتم بتقولوا ان الكواليتي بتاعتنا مش قد كده فاحنا هنحسن الكواليتي. ده اسمه يعني انت كده ابتديت تاخد الفيدباك بتاع الكاستمر وقمت مرادد لهم ان الفيدباك بتاعكم وصلنا وهنشتغل عليه. الناس كده هتبقى يا سلام مبسوطه جدا جدا منك، فتقدر لما تقول انا عملت ريبراند او ان انا غيرت الفورمولا او ان انا عملت حاجه كذا 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 وقتها هتبقى ابريشيتد من الناس. اتفضل يا استاذ محمد. معلش يا خالد، هو الريسيبي رصيفه بس الموضوع لازم يتاخد على شقين. شق انا كواحد عندي منتج عايز ابيعه وبالتالي هعمل كل الريسيبي اللي انت قلتها، والشق التاني اللي اتكلم فيه نور وهو شق الحكومي. الدعم الحكومي للصناعات المحلية يجب أن يكون على قدر الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، عشان أقدر أساعد المنتجات المصرية اللي حضرتك في الأول قلت إني أنا النهاردة لما المنتج بتاعي يبقى كويس وعملت منتج مختلف هقدر أصدره، هقدر أجيب دولار، وهو ده اللي أنا عايزه. فلازم يبقى في دعم من الحكومة بشكل أو بآخر، زي ما كان في فترة كده دعم ان ال1000 مصنع تعالى خد مصنع واسدده بالتقسيط المريح، ولازم يبقى في قروض ميسرة عشان الناس تقدر تشتغل. ما ينفعش ابقى انا قاعد بشتغل لوحدي وانا هاخد جزء من السوق في وقت معين واهتم بالكاستمر سيرفيس بتاعي وكل ده كله مفيش دعم من الحكومة، خصوصا في الصناعات الكبيرة. مش هقول على الصناعات الصغيرة، الصناعات الكبيرة زي صناعة الملابس. احنا عندنا منتجات مصر، في منتجات في مصر رهيبة. حضرتك قلت على منتج مصري في الملابس، لا انا عندي نجا هوم منتج مصري 100% كواليتي فوق الممتازة. اسعاره تعتبر عالية شوية في الماركت بس هي اقل من الانترناشنال براندز باي فار يعني. كواليتي محترم جدا احلى قمصان انا لبستها نجا هوم. لا وعلى الكواليتي
وعلى الكواليتي كمان، على الكواليتي صحيح. وعلى السعر. بس والله بص محمد، انا معاك جدا في الموضوع ده. يعني ده لا وقت ان انت تاخد منهم ضرائب بقى ولا عوايد ولا الحاجات دي كلها. يعني ادي الناس فرصه انها تشتغل. يعني فلنأمل ان يعني صوتنا يوصل لحد من المسؤولين من غير ما يزعل عشان والله الراجل بيتكلم علينا. قنوات مش عايزين. لا بس فعلا في كذا حد اتكلم في الموضوع ده حتى في الميديا، في التلفزيون. يعني ده مش وقت ان انت برضو، يعني زي ما احنا بنقول للشركات المصريه، ده مش وقت ان انت تكسب فلوس انتشر. انت برضو كحكومه ده مش وقت ان انت تعصر الناس دي وتاخد منها فلوس. لا هو سيبهم انت يعني. النهارده انت بتدي تيسير للمستثمر الخارجي، بتقول له انا هعفيك من الضرائب لمده 10 سنين. طب اه والمصري بقى مش بيتبص له بنفس البصه للاسف. يا باشا اديله 20 سنه مش 10 سنين. هو ده يعني، هو اصلا كده كده الراجل اول ما الدنيا هتمشي معاه هتلاقيه واخد بعضه وبيبيع لك الحاجه بره، لان هو عايز الدولار اللي جاي من بره. بالنسبه له الربحيه هتبقى اعلى بكتير وسهوله البيع هتبقى اكتر بكتير. فادوهم بس فرصه يعني. ادوهم يعني اقعدوا معاهم. ابسط حاجه، ما ينفعش ان غرفه الصناعه والتجاره بتاعتي تطلع تقول الكلمتين اللي طلعوا قالوهم دول، انتوا كده هتهدوا الاقتصاد. بتعاند مين يا عمي؟ برضه تاني وبقول لك الشعب المصري ده ما ينفعش تعانده بالشكل ده. الناس هو ده المفروض متضايقه تبقى من حاجه. دعوه عكسيه، يعني هي المفروض تكون دعوه عكسيه اللي هي ايه؟ لا احنا بنشجع المصريين ان هم المنتجات المصريه ان هي تعلي الكواليتي، وفي المقابل ده هنقدم تسهيلات. صحيح. يعني سيب ده دلوقتي عنده مشكله وهتتحل وهتمشي معاه. ما تقفش معاه بقى، اقف مع التانيين دول بقى اللي بيقوموا. اللي بيقوم ده هو ده اللي هيفرق معاك السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها. لكن التاني معلش انا اسف في الكلمه، من اول شهر قال لك انا هقفل وامشي. مع انه مش هيعمل كده. يعني احنا عارفين ان هو مش هيعمل كده، وهو في الاخر مصري على فكره، موست بروبلي يعني. بس يعني في عندك صناعه وطنيه، ساعد الناس دي. قلل من عليهم شويه ضرائب، قلل من عليهم الكهرباء، قلل من عليهم ثمن الغاز. ما هي كده كده هيترد لك في عيالك والله يعني هيترد لك في البلد تاني، في اقتصادك تاني. يعني ما هي نفس الدايره. بس ادوهم فرصه. والناس اثبتت ان احنا عندنا كواليتيز كويسه وعندنا براندات كويسه وعندنا كل المطلوب مننا بس يعني ندي للناس دي فرصه. فالشعب او الكاستمر مديله فرصه. فانا بضم صوتي لصوتك طبعا. يا ريت وزاره الاستثمار بقى او حاجه زي كده تبتدي تركز مع الناس دي. يا سلام لو عملوا لنا وزير للشركات الناشئه، يعني هتبقى بص عسل العسل والله. الهيئه العامه للاستثمار. طب هو يعني في مبشرات الفتره اللي جايه، بس نخلص الانتخابات وهنشوف حاجات كويسه. يا مسهل الحال يا رب. احنا حاجات كتير ممكن والله. نهوست كل الشركات الناشئة عندنا في فيديو، فيعني دي دعوة مننا برضو عشان تسبورت. ممكن برضو تحطها في الشورت اللي انت هتعمله عننا. شكرا. والله احنا محتاجين. لا بص انا هقعد مع نوف كده ونقعد نحط ماشي. خطه كده خلاص تمام. نظبط الكلام شويه. تمام. شكرا والله يا خالد. Thank you so much. ربنا يخليك يا رب. انا عجبني جدا الريسيبي اللي انت حطيتها يا خالد، لان انت برضو خدت الموضوع من زاويه انا ما كنتش بصراحه متخيل ان انت هتاخدها من الحته دي. فانا شايف ان دي فعلا لو الريسيبي دي حتى انا نفسي مشيت عليها، اعتقد هيبقى الدنيا تتحرك برتم مختلف ان شاء الله. في الماركت يعني. يا رب والله. انا بشكرك جدا يا خالد على الطرح اللي احنا طرحناه النهارده والنقاش الجميل. ولو في اي حد حابب يسأل خالد اي سؤال او عنده اي مشاركة اتفضل طبعا. وحابب برضه ارحب بالاستاذه سلمى، اعتقد النهارده اول مره اشوفها معانا في فيدني، فاهلا بيكي. ولو ما فيش يبقى احنا بنشكرك يا خالد وان شاء الله نتقابل في مواضيع في ظروف احسن من كده. نقول ان خليها شاء الله. ظروف احسن من كده. ربنا مع الناس هناك ويصلح لنا جميعا. باذن الله. الف الف شكر. شكرا.